بسم الله. هحكي لكم قصة جميلة ومغزاها أجمل. كان في 2 فلاحين جيران، كل واحد زرع من نفس النوع وفي نفس المكان وفي نفس الميعاد. واحد بيفهم في التكنولوجيا شوية وله في الحاجات الحديثة، ففضل يهتم بزرعه ويسقيه مية كتير وسماد ويهتم بيه. الزرع ما شاء الله اللهم بارك كبر بسرعة وأينع واخضر وعلي وكبر. الجار التاني صحته على قدها، كان بيسقي زرعه وبيديله احتياجاته لكن مش بوفرة وبكثرة زي التاني، بمقدار قليل. جه في يوم عاصفة شديدة، أهل البلد كلهم زعلوا وكل واحد طلع علشان يطمن على زرعه. الجار الضعيف الغلبان لقى الزرع بتاعه ما تأثرش زي ما هو. الجار التاني اللي مهتم بالزرع بتاعه لقى معظمه اقتلع وطار واتخلع من الأرض مع الرياح، فتعجب فراح لجاره الضعيف قال له: ازاي انا بهتم بزرعي اكتر منك وزرعي اقوى من زرعك، وزرعي انا يتخلع مع الرياح وزرعك انت ما يتخلعش وما يتشالش من الارض مع الرياح. الجار قال له ايه؟ قال له: انا بدي النبات بتاعي وبسقيه لكن مش بوفرة، مش بديله كل احتياجاته، بسقيه مية بسيطة وسماد بسيط علشان يمد جذوره في الأرض ويجيب بقية احتياجاته من التربة، علشان كده جذوره قوية وثابتة. وقصر النبات خلاه يقدر يقاوم الريح وما يتخلعش ويطير مع الريح. لكن النبات بتاعك خلاص جذوره مش قوية ومش ممتدة في الأرض لأنه اتعود إنك تديله كل حاجة. المغزى من القصة إيه؟ ابني ابنك وما تبنيلوش، ابني ابنك وما تبنيلوش. انا اعلم ابني انه يعتمد على نفسه، انه يجيب احتياجاته بنفسه، ان انا امشي واكون قدوة ليه وهو يقلدني في كل حاجة، لكن لازم يتعلم ان هو يعتمد على نفسه من طفولته ويجيب احتياجاته بنفسه، وإلا هربي جيل خلاص عالة معتمد على الأب والأم في كل حاجة، ما بيعملش حاجة لنفسه، بيستسهل كل حاجة، واللي بيجي بسهولة بيروح بسهولة. فنعود أولادنا إن هم يعتمدوا على نفسهم من طفولتهم في حاجات بسيطة، لغاية ما هيكبروا هيبقى ده طبعهم إن هم يعتمدوا على نفسهم في كل شيء. دمتم بصحة وسعادة وفي أمان الله.